في يوم من الأيام محمود كان راجع من شغله متأخر، تعبان جدا وعايز ينام. أول ما دخل البيت لقى الموبايل بيرن برقم غريب. بص كده شوية وقال أكيد حد غلطان، وساب الموبايل يرن لحد ما وقف. بعد دقيقة رن تاني، المرة دي قرر يرد. قال ألو؟ مفيش صوت، بس سامع صوت نفس هادي جدا كأن حد قريب من السماعة. قال مين معايا؟ سمع صوت ست كبيرة بتقول ما تنساش الوعد يا محمود. محمود اتجمد مكانه لأن الصوت ده كان صوت أمه اللي ماتت من 3 سنين. قعد يقول لنفسه لا، أكيد حد بيقلدها. قفل الموبايل بسرعة ونام وهو خايف. لكن الساعة 3 الفجر الموبايل رن تاني بنفس الرقم. فتح الموبايل وهو مرعوب، المرة دي الصوت أوضح. الست قالت محمود افتح الدرج اللي في أوضتك. قال لها ليه يا أمي؟ قالت له افتحه وهتفهم. قام فعلا فتح الدرج، لقى فيه ورقة قديمة جدا فيها جملة مكتوبة بخط أمه: اللي يبدأ بالغش لازم يدفع التمن في الآخر. وهنا بدأ يفتكر إن في شغله قبل فترة سرق مبلغ بسيط وقال محدش هيعرف، بس اللي حصل بعد كده خلى شعره يقف، لأن تاني يوم الصبح الشركة اكتشفت السرقة، ومحمود كان أول واحد يتحط عليه الشك. وفي نفس اللحظة اللي البوليس جاي فيها ياخده الموبايل رن تاني بنفس الرقم الغريب، بس لما فتح سمع نفس الجملة: أنا قلتلك يا محمود الوعد ما يتنسيش. ومن يومها الرقم ده ما رنش تاني، لكن محمود لسه بيسمع صوت أنفاس أمه في ودنه كل ما يحاول ينام. خلصت القصة، ويا رب تكون القصة عجبتكم، واستنونا